تخيلوا معايا بقى كده المشهد واحدة واحدة. أول 3 آيات من سورة العاديات. ممكن تشرحي سورة العاديات؟ السؤال ده اتكرر كتير. سورة العاديات أنا عارفة إن هي ممكن تكون من السور الصغيرة، بس كلماتها ممكن ما تكونش مفهومة لمعظمنا أو بعضنا، وحتى لو فاهمين المعنى ممكن يكون ربط الآيات ببعضها مش مفهوم. تعالوا بينا نتدبر الآيات ونفهم المعنى، وصدقوني هتنبسطوا في الآخر جدا من المعنى وتدبر الآيات وربط الآيات ببعضها. أنا شخصيا كنت بتلخبط فيها، بس بعد ما فهمت المعنى وفهمت الربط بين الآيات انبسطت جدا وقدرت أحفظها. فتعالوا بينا نبدأ سورة العاديات. ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بوصف مشهد حلو قوي. تخيلوا معايا بقى كده المشهد واحدة واحدة. والعاديات ضبحا. ربنا بدأ السورة وأقسم بالعاديات. إيه العاديات؟ العاديات هي الخيول، الحصنة اللي كان بيركبها المجاهدين زمان والعرب في المعارك والغزوات، وكانت ليها مكانة كبيرة جدا عندهم بيعتزوا بيها. ضبحة يعني صوت نفس الخيول وهي بتجري وتعدو، عشان كده هي اسمها العاديات. فالموريات قدحة يعني الخيول وهي بتضرب بحوافرها الأرض أو الحجارة بتقدح منها النار أو الشرارة، بتطلع شرر كده من شدة جريها وسرعتها. فالمغيرات صبحة هي الخيول برضو اللي بتغير على الأعداء الصبح أو أول النهار. فأثرنا به نقعة، الغبار اللي بيتصاعد من الخيول وهي بتجري في المعركة، في وسط المعركة بتثير كده الغبار وبتطلعه حواليها. فوسطنا به جمعا يعني بقت الخيول وفارسها في وسط المعركة والجمع بتاع الأعداء. حلو، تخيلنا المشهد والمعركة والخيل والمجاهدين والفرسان اللي عليها وربنا أقسم بيها. طب إيه بقى الجواب ورد على المشهد ده؟ الرد كان إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني جاحد بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. نقف هنا ثانية ونشوف ايه العلاقة بين المشهد اللي احنا وصفناه ده في اول الايات، وايه علاقة مشهد الخيول وحالتها في المعركة والانسان. الخيول بتعمل كل اللي احنا قلناه في المشهد الاولاني، وبتعرض حياتها كمان للخطر في المعركة. كل ده عشان بس سيدها او فارسها امرها بده، علشان هو بيأكلها وبيشربها ويراعيها ويهتم بيها، فبتعمل كل ده ضد للجميع. لكن الانسان بقى بيعمل ايه لربه؟ ان الانسان لربه لكنود. كنود زي ما قلنا يعني جاحد لنعمة ربنا ونعمه الكتيرة جدا، هي مش نعمة واحدة، وبيفضل يعدد في المصايب ويشوف دايما اللي ناقصه وينسى شكر النعم وينسى اللي هو عايش فيه طول عمره. وأول ما بتحصل له أول ابتلاء، أي حاجة بسيطة بتحصل له، بيعترض على حكم ربنا ويقول ليه يا رب كده؟ ليه يا رب عملت كده؟ وإنه كمان شاهد على نفسه بالجحود ده، وإنه لحب الخير لشديد. الخير زي ما قلنا قبل كده في الكلمات اللي بتتفهم غلط إن هو المال، مش حب الخير وعمل الخير، لا حب المال شديد جدا وبيحبه وما بيشوفش غير مصلحته. يجي السؤال هنا، هو الإنسان مش عارف لما القبور يطلع منها الناس ويتجمعوا يوم القيامة ويظهر ويبان اللي في صدورهم ويتعرض قدامهم، ساعتها ربنا لوحده اللي عالم بيهم ومجازيهم على اللي عملوه في الدنيا. شفتوا بقى الفرق بين الإنسان وتعامله مع ربه وبين الخيل وتعاملها مع سيدها؟ الصورة بتوضح الفرق بين الاتنين. أظن الربط كده بقى مفهوم والصورة وضحت. وسبب نزول الصورة عشان نبقى بس يعني الناس اللي بتحب قصص وسبب النزول، لما دورت فيها ما لقيتش غير سبب واحد، قصة مش كاملة ومش أكيدة، عشان نبقى بس واضحين، عن حديث ضعيف أو عن ابن عباس رضي الله عنه مش أكيد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعت سرية من الجيش يعني من المجاهدين بخيول لمكان معين يعني اللي يجاهدوا فيه، وغابت الخيول دي لمدة شهر وما سمعش عنها أي خبر. فيقال إن نزلت والعاديات ضبحا طمأنة للرسول عليه الصلاة والسلام على إن الخيول دي بخير وإن هي نجحت في مهمتها، بس السبب مش أكيد والحديث ضعيف فمش هنعتمده قوي. خلينا بس نتدبر المعنى، والمهم في الآيات إن احنا ما ننساش شكر ربنا وما نبقاش جاحدين بنعمه. ويا رب أكون شرحت وربط معنى الآيات وفهمنا الآيات والمعنى. وقولوا بقى لو أول مرة تعرفوا المعنى وربط الآيات كده، واكتبوا لي لو عايزين آيات وقصص تانية. ما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويستفيد.